الميه يا فندم وصلت لحد هنا بالظبط. تمام. تمام. اول لما وصلت الميه هنا خفنا لحسن المكان يتكهرب. مظبوط. رحنا فصلنا الكهرباء اللي موصله البيت اصلا، فصلناها. لا اله الا ما الله. قدرناش نشغل الكهرباء غير بعد ما الميه خلاص ايه بالظبط. يعتبر يعني اتشالت ونشفت شويه عشان بس ما بالظبط. يحصلش لا هي ما مس نشفتش، كهرباء. لا هي ما نشفتش، الميه فضيت بس. ما فضيت من عند اللي هو الكوبس بالظبط. من عند الكهرباء، لكن كانت موجوده هنا في الارض. بالظبط يا فندم، وده موجود عندي فيديو هبعته لك وهتتاكدي من الكلام اللي انا بقول لك عليه ده تمام. بالظبط. عندك هنا البيت طبعا السقف من البيت ريح على الارض لان هو اصلا مش مسلح، مش مسلح تسليح. فحضرتك البيت بنايه قديمه يعني من حوالي يعني تقريبا ممكن يوصل لحد التسعينات والثمانينات والكلام ده. فالبيت اول لما الميه جت اتدمر، ريح مره واحده. واحنا شايفين اصلا التاثير اهو. بالظبط. يعني التاثير انه حضرتك البيت فندم ريح. الميه اول ما دخلت البيت يعني السيراميك هنا مكسور بالنص من تريح البيت، مكسور بالنص، يعني معناها ان البيت نزل حوالي قد 5 سم ولا 6 سم تحت هنا من بره بس. مظبوط. انا عندي البيت يعني من جوه حاجه صعبه. احنا شايفين الاثار اهو. هفتح لك كمان هنا عشان خاطر تشوف الاضواء كويس. دي يا فندم 3 عروق 4 متر كانوا في الشقه اللي فوق الدور الثالث. يعني اول لما البيت ريح راحوا نزلوا بالسقف اتكسر كله. يعني السقف فوق اه انهار. السقف اللي عندي فوق الدور الثالث يعني حضرتك سقف اتكسر من شدة وقوة المية. لان حضرتك الدور الثالث عندي عقد. ايوه فطبعا لما يعني ريح البيت بخشب من الصب مظبوط. فراح مكسور على طول. حضرتك انت شايف يعني ده مش كسر طبيعي حضرتك، او ده مثلا انا ما هكسبش واحد زي ده حاليا دلوقتي يطلع له ب 700 جنيه 800 جنيه. مظبوط. تكسره بالطريقه دي طب ما أنا بس. والبيت زي ما انت شايفه كده حضرتك هنا الحيط يعني بصي مسماها لحد السقف برضه اهو فاصل خالص عن الخشب. الباب هنا يا فندم مش موجود اصلا، يعني الباب كله وقع، يعني هنا كان في باب المفروض. هو مش موجود اصلا، دي اللي قاعده. يعني دي البقايا بتاعة الباب بعد تأثير بقى وقوة المية. والباب قديم برضو يعني احنا ما نكذبش على الله البيت يعني خشب قديم بس مستحمل معاه كان كويس. كان شغال وكان كان موجود. شغال. بس اللي اتكسر بالحيطان اتكسر بالصبه ما خلاش المحاره والصبه كلها الحيطان بانت كأنها اتحللت. بالظبط. يعني بصي ده تريح، ده كله تريح. انا كنت مرتاح ببيتي، ايه اللي حصل؟ جه في يوم وليله حصل كده. عندي حب جوه السيراميك كله من باظ. هو البيت كأنه أصلا بيتهز. بس عندك الحته دي انت لو دوست عليها هتلاقي البيت كله حواليك كده بيتهز ممكن تخافي منه. هو حرفيا وانا ماشيه هو كانه هو بيتهز بالفعل يعني مش محتاج ان انا اخبط او حاجه. شوف يا فندم الارض هنا والسيراميك اتدمر واتكسر والمكان ده اللي المفروض يتوصل منه الصرف لحد جوه من بعيد يطلع حوالي قد متر وحاجه جوه، يعني ادي متر 2 3 عشان المكان في الشارع. ده منظر حمام المفروض، ده المفروض ان هو منظر حمام. الحته يا فندم هنا متكسره، حيط متكسره كله ده وقع. اتدمر. حيط وقع. هنا يا فندم البيت خافس اهو، هنا مريح اهو مريح. نزل يا فندم حوالي اكتر من 30 سم لتحت اهو، ده واضح عليه 30 سم الارض تحت الارض. والسيراميك هنا طبعا والحوارات دي كلها مش موجوده. انا التراب والميه ممكن بس استاذنك تفتح لو في كشاف التليفون. ايوه اتفضلي عشان بس نكون موضحين الصوره. اتفضلي. شايفه التاريخ عامل ازاي جوه هنا؟ شايفه عامله ازاي؟ الحيطه اصلا اتفتحت واخدة فصلت بالك؟ مكسوره مفيش حاجه. دي كده منها للشارع يا فندم.
ده كده للشارع على طول. للشارع بره. السيراميك هنا متكسر، دي بقايا سيراميك. بقايا السيراميك. بصي الحيطان متخرمه، الحيطان هنا متخرمه. ستار. هنا يا فندم الحيط مخرومه بالفعل، ضغط الميه عليها يا فندم مخرمه الحيط من جوه اهو يا فندم. ده المنظر، ده تريح البيت تريح البيت واثار شدة وقوة المية طبعا. السيراميك اهو. السيراميك هنا على فكره، ده باظ، كل حاجه هنا دمرت، حتى الحيطان من فوق. طيب انتوا قاعدين في البيت يعني مش خايفين يعني ازاي قاعدين هنا؟ بص يا فندم، انا قاعد تحت بجيب كنبه من الكنبات اللي جوه دول وبقعد في الشارع بره. مراتي مش موجوده في البيت، اللي هي ولا عيل. انت شايف مراتي مش موجوده اصلا، تمام. مراتي عند بيت ابوها، خوفا من ان البيت ممكن تحصل له اي حاجة في اي وقت. يعني بسبب شركه الميه. اخويا مش موجود في البيت وساب المكان، والمفروض ان انا بدفع ميه وكهرباء، المفروض برضه يعني ان انا بدفع شركه الميه تيجي تاخد مني برضه ميه يعني دمروا بيت بالكامل. بيت بالكامل اتدمر بسبب شركه الميه، اللي انا مش عارف لحد دلوقتي. ايه بقى الاجراء اللي حضرتك اخدته؟ حضرتك اول حاجه انا اتصلت بالنجده، تاني يوم وقعت الحيط دي، اتصلت بالنجده تاني، ورحت عملت محضر. تمام. السياده الرائد هناك تقبلني طبعا باسلوب كويس، قال لي حقك تاخده. رحت عملت المحضر تمام وكل حاجه. لحد دلوقتي ما شايفش اي مستجدات او اي حاجه طالعه. هل مثلا حياة كريمة تواصلوا قالوا ان هم هيجددوا هيعملوا مثلا ترميم او اي حاجة؟ تواصلت مع حياه كريمه، بس حياه كريمه المفروض ان هي بتعمل البيوت اللي هي الدور الارضي فقط، او اي جمعيه خيريه او اي مكان خيري بيعمل الدور الارضي. دور الارض. لكن انا بالنسبه لي انا شايف بيت 3 ادوار هعمله بناء على ايه، لكن هو مش عارف ايه اللي في البيت من جوه. هو مش عارف ايه المشكلة يعني بالظبط. المشكلة دي هو مش عارف حلها ايه علشان يعالجها. بالظبط، فهو مش عارف يعني تاني حاجه برضو الحكايه القانونيه، يعني بالنسبه للقانوني انا مش عارف لحد دلوقتي الاجراءات يعني داخله. احنا حضرتك في شهر 7 وداخلين في 8، خلاص احنا خلاص في 8 دلوقتي. احنا بدأنا في 8، احنا في 6 حرفياً. 8 يعني حضرتك 5 و6 و7 تمام، 3 شهور والقضيه لحد دلوقتي شغاله، ما عرفش عنها اي ملامح. اسال المحامي بيقول لي لا لسه، لا المحضر محفوظ، لا مش عارف ايه. طب ماشي، حتى لو كانت شغلانه محامي او شغلانه حكومه، المفروض يعني ان انا اقعد فيه. كل اللي محتاجه انه البيت يرجع زي الاول، بس انا مش عايز غير يرجع صالح للحياة. بيتي انا كنت مرتاح بيه. انت حضرتك دمرت لي بيتي، من اتلف شيء عليه اصلاحه. انا ما بقولكش هد لي البيت ولا اعمل لي البيت، اللي يرضى قدام ربنا، انا اللي امر به ربنا بس. ان شاء الله خير. اللي امر به ربنا بس، انا هو اللي عايزه يعني يعدى ربنا بس في الموضوع ده. ان شاء الله خير باذن الله، ربنا يعوضك يا رب، وان شاء الله البيت يرجع يترمم ويرجع يكون بيت صالح للحياه تاني. احنا مش هنشك والله العظيم في عداله الحكومه بتاعتنا ابدا، ولا طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ده من الشخصيات اللي هي دايما بتقف مع الفقير، فنتمنى نكون تحت النظر يعني. ان شاء الله بتمنى يعني ان احنا نكون تحت النظر. شكرا جدا ليك، نورتنا. العفو يا فندم، العفو. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في تقارير اخرى من داخل محافظه سوهاج. كنت معكم اسماء عبد الحميد، مراسلة الجريدة من داخل المحافظة، وشفنا مشكلة البيت وازاي البيت معرض ومهدد بالانهيار في اي وقت بسبب ماسورة مياه متوصلة بالمرشح في قرية شطورة التابعة لمركز طحطة شمال محافظة سوهاج.